السلام عليكم شباب، أهلا بكم في حلقتنا الثالثة من كورس العمق. وهو راح نحكي عن شنو هو أنواع الاتجاهات، الصعود والنزول والتذبذب. اليوم راح نتعلم شيء أساسي لازم كل متداول يعرفه، لأن إذا ما تعرفه راح تدخل صفقات خاطئة وتخسر بسهولة. طيب يا شباب، السوق يتحرك بثلاث حالات رئيسية فقط: اتجاه صاعد، ترند صاعد مثل ما تلاحظون أمامكم. هذا الترند الصاعد ترسمونه هيجي نفس هذه الطريقة. السعر كل ما يصعد يلامس هذا الخط يرجع يهبط، يلامسه ويرجع يرتفع، يرجع يلامس هذا الخط من ثم يرتفع. هذا الترند الصاعد، هذا يسمونه الترند الصاعد. كل ما السعر يلامس الخط السفلي يرجع يرتفع. تمام شباب؟ طيب يا شباب، اتجاه هابط مثل ما واضح أمامكم يا شباب، كذلك هنا عندنا الترند هابط. السعر كل ما يهبط يرجع يلامس لنا هذا الخط من ثم يرجع يهبط، يلامسه ويرجع يهبط، ومثل ما تلاحظون أمامكم هذا الترند الهابط يسمونه. طيب يا شباب، حالة تذبذب جانبي مثل ما تلاحظون أمامكم، السعر يرتفع، هاي يسمونه اتجاه عرضي، يعني السعر لا اتجاه صاعد ولا هابط. السعر يصعد يرجع يهبط، من ثم يصعد يرجع يهبط، يعني يمشي السعر بحالة تذبذب. هاي يسمونها السعر لا صاعد ولا هابط، يظل يصعد ويهبط يصعد ويهبط. تمام شباب؟ هذا حالة التذبذب يسمونها اتجاه عرضي. طيب يا شباب، أولا الاتجاه الصاعد، يعني السوق دا يصعد وكل قاع يصير أعلى من القاع اللي قبله، وكل قمة أعلى من القمة السابقة. طيب يا شباب، هذا يدل أن المشترين أقوى ونفكر بالشراء فقط، ما ندور بيع. ملاحظة: لا تبيع أبدا في ترند صاعد حتى لو حسيت إنه غالي، انتظر تصحيح واشتري ويا الترند. طيب يا شباب، ثاني شيء الاتجاه الهابط عكس الصاعد تماما. كل قمة صارت أقل من القمة اللي قبلها، وكل قاع أقل من اللي قبله، يعني البياعة مسيطرين. طيب يا شباب، بهالحالة نفكر بس بالبيع، لا تشتري وتتأمل يرتفع، لأن الأمل مو استراتيجية. تمام يا شباب؟ ثالث شيء السوق الجانبي التذبذب. هنا السوق ما دا يتحرك بوضوح، قاعد يتحرك داخل مستطيل، يعني السعر يصعد لنقطة معينة ينزل يرجع يصعد بدون ترند واضح. تذبذب منطقة حيرة يسمونها، هاي لا شراء ولا بيع عشوائي. الحل انتظر الاختراق أو الكسر. تمام شباب؟ نرسم ثلاث خطوط: خط يربط القمم الصاعدة، ترند صاعد. ثاني شيء خط يربط القمم الهابطة، ترند هابط. ثالث شيء أفقي بالقمم والقيعان، نرسم خط أفقي بالقمم والقيعان، تذبذب. تمام شباب؟ تطبيق عملي: افتح أي شارت، حاول تحدد هل السعر دا يصعد أو يهبط، لو داخل قناة تذبذب. إذا عرفت تجاوب على هالسؤال فأنت قطعت نصف الطريق للتحليل. تمام يا شباب؟ تطبيق عملي: إذا شفت السعر هيجي الاتجاه هيك عندك صاعد، ترسم خط ترند هكذا مثل ما واضح أمامكم، وتنتظر السعر كل ما يرجع يلامس هذا الخط. يا شباب بس ركزوا وياي. تمام؟ تنتظر السعر كل ما يلامس هذا الخط يصعد من ثم يرجع يهبط للأسفل، تنتظره لا كل ما يلامس هذا الخط الأزرق
يطخه ويرجع انت منه تقدر تشتري، ومن يصعد تاخذ ربح معين يعني، وترجع تغلق صفقتك. ومن يرجع يلامسه مرة ثالثة ترجع تاخذ صفقة شراء وتاخذ ربح معين وتغلق صفقتك. وكل مرة تطبق هاي الطريقة، يعني كل ما يرجع يلامس هذا الخط انت تدخل صفقة شراء. طيب يا شباب، هذا الاتجاه العرضي اللي حكيت لكم عنه الأفضل ما ندخل لا شراء ولا بيع، ننتظر تأكيد صعود أو هبوط يلا ندخل صفقات. هذا اتجاه عرضي مثل ما واضح أمامكم. هذا هنا السعر كل ما يلامسنا هذا الخط مثل ما واضح أمامكم يلامسه يرجع يهبط، يوصل قريب عليه ويرجع يهبط، يلامسه ويرجع يهبط، يصعد يلامس هذا الخط ويرجع يهبط. هنا هاي يسمونها هاي منطقة محيرة، يعني السعر محير ما تعرف الاتجاه وين رايح. هنا الأفضل تنتظر كسر مثل هاي الطريقة مثل ما واضح أمامكم، تنتظر كسر هيجي. تمام يا شباب، تنتظر السعر يكسر هذا الخط ويرجع يصحح يلامس هذا الخط. هاي أفضل صفقة يسمونها. تقدر تدخل بيع من يكسر هذا الخط، تدخل صفقة بيع وتخلي ستوبك أعلى هاي الشمعة، آخر قمة سواها إليك. تمام يا شباب. اتجاه الهابط مثل ما تلاحظون أمامكم، نجي هيجي نرسم خط ترند هكذا، نجي نرسم خط اتجاه هابط. تمام يا شباب مثل ما تلاحظون أمامكم، بس ركزوا وياي. هذا هسه يسمونه ترند هابط. تمام. هنا شو نسوي؟ نجي نرسم خط ترند هكذا ونجي ننتظر السعر. كل ما يلامسنا هذا الخط هذا مثل ما واضح أمامكم، هنا لامسنا هذا الخط ورجع هبط، لامس هذا الخط من ثم رجع ارتفع، لامسنا هذا الخط رجع هبط، رجع لامسنا هذا الخط. احنا هنا نقدر ندخل صفقة بيع، نخلي ستوبنا على هذا الخط والهدف للأسفل اللي جوا. من يلامس هذا الخط ناخذ ربحنا ونطلع من الصفقة. تمام يا شباب. هسه هذا التطبيق عملي مثل ما واضح أمامكم، التزموا بهاي الطريقة وإن شاء الله تشوفون نتيجة كلش حلوة. تمام. خلاص الحلقة يا شباب، لا تدخل صفقة قبل ما تعرف السوق دا يصعد أو يهبط أو متذبذب. خلي هذا سؤال ثابت بكل مرة تفتح بيها الشارت، وين رايح السوق؟ الإجابة تحدد هل تشتري أو تبيع أو تنتظر. تمام يا شباب، هاي كانت حلقتنا اليوم، ولا تنسون انضموا إلى قناتنا في التليجرام، تقدرون تستفادون منها استراتيجيات، صفقات مباشرة، دروس تعليمية أو أي شيء يعني مهم هناك نزله في قناة التليجرام. راح أخلي لكم الرابط بالوصف، انضموا إلى قناتنا التليجرام.